انا بجيب له كل شيء ومره واحده اقوم سحبه منه الحاجات دي كلها، ما بقاش بجيب له كل حاجه. لازم الموضوع يقل بالتدريج. عدم وجود قواعد ثابته في البيت، تعرض الطفل للشاشات، ما بسمعلهوش، ما بفهمهوش. الحل لازم انا ابقى عارفه مشاعر ابني ايه، فاهمه ابني، فاهمه ايه الحاجات اللي بتضايقه وايه الحاجات اللي ما بتضايقهوش، ايه الحاجات اللي بتزود عنده موضوع العصبيه دي، وبعدين انا قادره ان انا اتجنبها ما دام هي حاجه لا هتاذيه ولا هتضايقه. تاني حاجه ابقى حاطه قواعد ثابته في البيت، احنا في قواعد ماشيين عليها، اللي بيغيرها او اللي بيطلع عنها ده بيتعاقب وخلاص، احنا ماشيين السيستم ده. تالت حاجه لازم يكون عندي ضبط في انفعالاتي، لازم ابقى انا مسؤوله عن الضبط ده، ما ينفعش انا ابقى بتنرفز واقول ابني بيتنرفز ليه. رابع حاجه لازم اهتم باشباع الجانب العاطفي عند الطفل، ابقى بسمعه، لازم يبقى في ما بيننا لغه حوار. كل الحاجات دي هتؤدي ان انا موضوع العصبيه دي تقل عند ابني، هتبقى اهدى بكتير. مش اي حاجه هيتعصب عليها ويزمزق عليها ويتمرمط في الارض بسببها. كل الحاجات ديت لما انا همشي عليها الموضوع هيبقى كويس جدا. بس